في قصص بتخوفك وقصص بتوجعك، بس القصة دي هتخليك تتمنى إنك ما تسمعهاش. كل حاجة بدأت في مدرسة في المعادي. بنت صغيرة عندها 6 سنين بس قاعدة لوحدها محدش شايفها. وفي يوم وهي ماشية وقفت فجأة، مدت إيديها جوه الزبالة وطلعت العيش. ابتسمت مش عشان هتاكله لكن عشان تفرح أمها. ورجعت البيت وهي شايلة الحاجة دي كأنها كنز. بس اللحظة دي كانت أسوأ قرار أخذته في حياتها. من اليوم ده كل حاجة اتغيرت، وده كان بداية الكابوس. كابوس خلى طفل عندها 6 سنين تنزل الشارع 3 مرات كل يوم. ومن اليوم ده بقى عندها ميعاد كل يوم قبل الفجر ترجع من المدرسة تنزل تاني، وقبل ما اليوم يخلص تنزل مرة تالتة. 3 مرات كل يوم، كل مرة 3 ساعات مشي. بتمشي وهي مش قادرة، رجليها وجعتها بس مفيش راحة. من غير أكل بطنها بتصرخ من الجوع. في الصقعة وهدومها مش مكفية حتى جسمها، كانت بتنزل بإيديها جوه الزبالة. مش قادرة أستحمل، كل يوم أنا في الزبالة. وفي مرة وهي جوه فجأة مية وسخة اتدلقت عليها. مية معفنة بريحة تخنق وهي بتصرخ ومفيش حد سامعها. بس الكابوس ده لسه ما بدأش. بعدها بكام يوم وهي بتلم الزبالة سمعت صوت تقيل وراها. لفت لقت عربية الزبالة قريبة جدا لدرجة إنها كانت هتدوسها. جريت بكل قوتها وهي بتصرخ، لكن فجأة سمعت صوت تاني. جروا عليها بيعضوها وهي تصرخ ومفيش حد بيساعدها. وبعد اللي حصل كانت ماشية بالعافية، رجليها مش شايلاها ونفسها بيقطع. فجأة الدنيا اسودت وقعت على الأرض. المرة دي جسمها استسلم لكن محدش كان مهتم. في نفس الليلة جالها حمى شديدة جدا، حرارتها وصلت لدرجة تخوف، 50 درجة. لكن أمها ما ترحمش، زعقت لها وقالت لها انزلي دلوقتي. نزلت وهي بترتعش، شايفة الدنيا مش واضحة. ما كملتش وقعت تاني. وفي يوم من الأيام حد كان واقف بيراقبها، ولد أكبر منها مسكت الحاجة جامد. الولد قرب منها وبص للي في إيديها وقالها بهدوء غريب هاتي اللي معاكي. وقالت له لا. كانت أول مرة ترفض. الولد سكت لحظة وبعدين انحنى ومسك طوبة تقيلة ومن غير تفكير رماها عليها وكسر طوفر صباعها الكبير. الطوبة خبطتها بقوة، صرخت ووقعت. فضلت تعيط لوحدها وهو مشي كأن مفيش حاجة حصلت. ومعلومة الولد كان برضو بيلم الزبالة. رجعت لأمها وهي مصابة، كانت فاكرة إنها هتلاقي رحمة لكن الرد كان أسوأ من الضربة نفسها. أمها قالت لها انت اللي غلطانة، انت اللي غبية. وبعد أيام قابلت نفس الولد تاني. المرة دي الموضوع ما كانش ضربة بل كان أسوأ. قرب منها من غير كلام وزقها فجأة. وقعت في ترعة الصرف الصحي. المية كانت غويطة وجسمها أصلا ضعيف. حاولت تعوم لكن كانت بتغرق. كانت على بعد دقايق من النهاية بس مسكت في أي حاجة وطلعت وقعدت تحت حنفية بايظة عشان تنظف نفسها. المية بتنزل عليها وهي بترتعش من البرد. الجوع كان أقوى من التعب. كانت تدور في الزبالة على أي حاجة تتاكل، ولو لقت قطعة كيك أو شوية لبن
تفرح كأنها لقت كنز. وفي مرة عدت قدام مطعم مشاوي، وقفت وبطنها بتصرخ، كانت نفسها تاكل أي حاجة. قربت من المطعم وبدأت تلم شوية لب من الأرض. فجأة الراجل شافها وزعق وقال لها امشي من هنا، ودلك على الأكل غاز خلتها ما ينفعش يتاكل. بصت عليه وسكتت، وبالرغم من كده كلته، لأنها ببساطة ما كانتش تعرف إن ده ممكن يقتلها. وبعدها بساعات جسمها بدأ ينهار تاني، حرارتها عالت وكانت مش قادرة تتحرك. ولأول مرة أمها قالت لها خلاص ريحي شوية. كانت قاعدة بتتكلم وتضحك بره، وفي اللحظة دي سمعت حاجة لو ماتت هندفنها في أي حتة. وفي اللحظة دي حاجة جواها بدأت تتغير. السؤال الحقيقي مش إيه اللي حصلها، السؤال هي هتعمل إيه في كل واحد أذاها. القصة دي لسه ما خلصتش، بس الجزء الجاي مش هينزل كده وخلاص. أنا عايز أشوف مين فاهم قيمة القصة دي بجد. لو الفيديو ده وصل 15,000 لايك وعلى الأقل 8,000 واحد منكم مش مشتركين يدخلوا يشتركوا وقتها بس عجبني وأقول لكم هي عملت إيه. واكتب لي في الكومنت لو كنت مكانها كنت هتسامح